You didn't wish for money. No. Money just destroy world. اوكي، شايف بيقول لك قلت لها بتتمني فلوس، قال لك لا انا الفلوس بتخرب العالم، لكن احسن حاجه انك love. يا الحب يا جماعه، الحب والله العظيم. في الفيديو اللي فات شفنا ازاي البنات في ليتوانيا بيعشقوا الاجانب، خاصة العرب واللاتينوز، وقد ايه هم بيعملوا اي حاجة عشان يرتبطوا بالاجانب ويعيشوا حياة سعيدة كلها فرح ومتعة وحب ومغامرة، مش حياة مملة وكئيبة مع الشباب الليتواني. اول ما الطيارة توصل ليتوانيا هتلاقي كل حاجة مختلفة وجميلة ونظيفة، والطبيعة الخلابة في كل مكان. العاصمة فيلنس 70% منها غابات وأشجار وأنهار. هتدخل المطار هتلاقي ألذ ضباط جوازات في كل أوروبا تبتسم في وشك وتختم لك الباسبور في لحظة ويقول لك أهلا بيك في ليتوانيا، استمتع. المطار عبارة عن متحف رائع. بوصولك ليتوانيا أنت فتحت قلبك وعقلك وعيونك لحياة جديدة مسالمة وناس جميلة وطيبة معظمهم على الفطرة، وحياة نظيفة وأكل نظيف وحرية واحترام بين الجميع وهواء نقي. واهم حاجة انك هتحس ان في ماسورة بنات ملكات جمال فتحت وكلهم معجبين بيك وهم اللي بيعكسوك. تعالوا نشوف مع بعض ليتوانيا عاملة ازاي. اللي يجي فيلنس في ليتوانيا يروح فين؟ يصور ايه؟ يزور ايه السياحه الموجوده هنا؟ بحاجات بسيطه جدا. اولهم اللي ورانا ده هو مبنى المحافظه في ميدان من اهم الميادين اللي موجوده في العاصمه. مبنى المحافظه مش موقفين عليه بوليس وجيش واوعى يا ابني رايح فين واوعى مش عارف ايه وما تصورش وما تجيش واوعى وخلي بالك ولازم تبين مش عارف وانت داخل. لا، هنا الحكومات منفتحه جدا، بتعشق حاجه اسمها الافكار اللي بره الصندوق. ببساطه شديده مبنى المحافظه ناس قاعده حاطين للشعب بين باجز قدام المحافظه عشان خاطر الواحد يجي يقعد يريح ويشرب حاجه، يشرب قهوه، يشرب شاي، يقرا كتاب، يعيش حياته، يجيب اطفاله، يتفرج على منظر الميدان الرائع اللي ورانا ده مبنى المحافظه. دول هنا الناس اللي ماسكين الحكومه. شوف الناس قاعده ازاي، قاعد مريح، اللي قاعد بيتكلم مع حبيبته، اللي قاعد بيتكلم كذا. حاطين اعلام ليتوانيا التاريخيه وحاطين علم ليتوانيا وعلم اوكرانيا طبعا عشان خاطر دعم لاوكرانيا زي ما قلنا. هنا في الميدان هتلاقي الصخره دي او الطوبه دي، الناس بتيجي كل واحد قافل عينيه وتلاقيهم بيلفوا كده. فلما تيجوا هنا ما تتخضوش، الموضوع ببساطه شديده هنسال البنت دي ونعرف منها. So what are you doing? It's a miracle, and people come and they have some wishes, and they turn around, close their eyes, and they have hope for the very good wish to come. Okay, so it's a miracle stone. Yes. بيقول لك دي الطوبه او دي البلاطه المعجزه. اي حد بيجي هنا بيقفل عينيه بيلف وبيتمنى امنيه بتحصل له. So everyone wish here. Hopefully it will happen to him. Yes. Okay. And what did you wish now? If you from big if you do it from big heart. And everything best in the world. شايفين؟ ايوه بقى. يس. بيقول لك ايه؟ انا بتمنى ايه؟ بتمنى الحب والسلام والابتسامه للعالم كله. ناس همومها كلها ان هو العالم يبقى احسن والعالم يبقى كله حب وبتاع. So this is what you wished. You didn't wish for money. No. Money just destroy world. اوكي، شايف بيقول لك قلت لها بتتمني فلوس، قال لك لا انا الفلوس بتخرب العالم، لكن احسن حاجه انك love. يا الحب يا جماعه، الحب والله العظيم. صراحه الناس اللي زي الواحد يبقى موده كده وحش يمشي يلاقي حد زي كده big smile. big smile، ابتسامه كبيره قوي. تتضايق ازاي لما تلاقي شعب الناس كده كلها بجد حبوبه ولذيذه جدا كده. واحنا ماشيين في فيلنس لقينا دينا، واحده مصريه جميله جدا جايه بتلف في اوروبا وتستمتع وتسافر وتعيش حياتها. فهنسالها رايك ايه في فيلنس عاصمه ليتوانيا؟ سو فار ممكن تكون هي جنب تالنت استونيا احلى حتتين رحتهم دلوقتي. طب انت عجباكي هنا؟ عجباني علشان الكنايس بتاعتها ريتش قوي والاركتكتشر بتاعها is quite different عن بقيه البالتيك ريجن. عشان خدتوا بالكم الكنايس هي اكتر حاجه عجباها هنا، عشان تعرفوا ان هنا الكنايس من جوه رائعه رائعه ملهاش حل. وايه تاني هنا في فيلنس عجبك؟ يعني لو قارناها ببلاد تانية، زي مثلا انت رحتي فين قبل ما تيجي هنا؟ رحت فنلند ولاتفيا واستونيا. فعامة هي ولاتفيا واستونيا رخاص قوي compared بفنلند، عشان فنلند مستوى تاني خالص كفلوس. حلوة قوي غالية قوي، اخرها يوم.
تحفه يعني. يوم في فنلندا عشان في دول اسكندنافيا غاليين جدا. ازازه الميه هناك ب 3 يورو، هنا و3 يورو ونص. غليت عن اخر مره رحتها. هنا اي ثينك ب 30 سنت، ب 30 سنت هنا، يعني 10 اضعاف الفلوس اللي انت لو هتقعد في فنلند يوم هتيجي تقعد فيهم هنا 10 ايام بالبادجت. يس دي حقيقه. وهنا كمان برضو بتعرفوا الحاجه اللي عايز اقولها لكم، ان الميه هنا بتتشرب في فيلنس طبيعيه 100%، ما فيهاش اي مشاكل، كل الناس تشرب من الحنفيه، فمش محتاجين حتى يدفعوا 30 قرش او 30 سنت دي في ازاز الميه، وفروها لحاجه ثانيه تاكلوها او تشربوها. عاصمه ليتوانيا فيلنس من العواصم الاوروبيه القليله جدا اللي ما فيهاش ترام، ما فيهاش مترو، ما فيهاش مترو انفاق. تخيلوا لما عاصمه ما فيهاش اي حاجه من الثلاثه دول. طب بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا الاتوبيسات الكهربائيه زي اللي هتلاقيه جاي دلوقتي، اتوبيس كهربائي عشان خاطر يوفر في التلوث للبيئه، ما يبقاش فيه تلوث للبيئه. بيدخل زي ما انتم شايفين بيبقى متحرك بالكهرباء على طول المدينه. عندهم الاتوبيسات الجديده دي شايفين مكتوب عليها فيلنس لاف اوكرين، يعني فيلنس عاصمه ليتوانيا بتحب اوكرانيا، عشان خاطر هنا السبورت ليهم طبعا ضد الحرب ضد روسيا. الناس بتستخدم الاتوبيسات الجديده دي، وفي نفس الوقت بتستخدم الاتوبيسات القديمه اللي موجوده عندهم من ايام الاتحاد السوفيتي. بيميكسوا الجديد جدا ده المتطور والقديم جدا يعني الكحيان، ولكن شغال لغايه دلوقتي، بيرمموه وبيعملوا له طبعا صيانه كويسه جدا جدا جدا. مش شرط ان هما الاثنين يشتغلوا مع بعض عشان خاطر يفضلوا محافظين على تراثهم وعلى الاتوبيسات القديمه بتاعتهم وشكلها، وفي نفس الوقت يبينوا للناس ان هم بجد عندهم تكنولوجيا وعندهم اتوبيسات جديده. حاجه جامده جدا انك انت لما تيجي فيلنس لما تشم الهواء مش هتشم تلوث، هتقف كده في الشارع تشم لجوه مش هتشم اي تلوث، مش هتشم دخان، مش هتشم اي حاجه. ليه؟ عشان خاطر هنا بيحاولوا جاهدين ان هو العاصمه زي ما انتم عارفين 70% منها غابات واشجار، وبيحاولوا ان هم كمان ما يجيبوش اي تلوث للبيئه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتابعونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حجاجوفيتش، تعملوا لايك وفولو صفحتنا الرسميه على اليوتيوب حجاجوفيتش، تعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان خاطر يوصلكم فيديوهاتنا جديده اول باول. صفحتي على الانستجرام حجاجوفيتش، فيها صور فيديوهات حصريه مش موجوده في اي حته ثانيه. صفحتي على التيك توك حجاجوفيتش، فيها فيديوهات جديده هتعجبكم جدا. اشوفكم على خير باذن الله في حتت ثانيه كتيره جدا. احمد حجاجوفيتش، سلام.